رياضي معهد معنا الكابتن فهامي. كابتن فهامي، مرحبا بك. مرحبا بكم. إذا حبذا لو تحدثنا عن طريفة وقعت لك في مشوارك الرياضي ظلت راسخة في عقل فهامي. تظن وقعت لي مني كنت في اول تجربه احترافيه في فريق دينامو بخارف لما اقتربوا في فصل الخريف، فجميع الصحف الرومانيه بدات تتحدث بان الحارس فهامي ما عمره ما لعب في الجليد، ما تعرفش الثلج، ما عمره ما شاف الثلج، واش بامكانه باش يلعب. هل يعرفون بأن المغرب مليء بالمناطق التي فيها ثلج؟ لا يعرفون. جميع الحراس يلعبوا بالسراوي باش نقول لهم بأن ما عنديش مشكل، أنا بغيت نلعب سراويل. سروال طويل. فأنا في هذيك المقابلة بغيت نلعب سروال قصير. لماذا السروال القصير؟ لماذا لم تأخذ سروالا طويلا أو سروالا مقزبا بعد شيء؟ باش نكذب هذوك الاقاويل ديالهم بان ما يمكنش لي نلعب، لانه برد عليا كثير، لان كما تشوفوا انا جاي من المغرب. هل أجريت المقابلة فعلا بالسروال القصير؟ الشوط الاول فقط. الشوط الثاني لبست سروال طويل لان كان برد قاسي. جاءك البرد. يعني فهامي، بالنسبة لك كلاعب مسلم، حارس مرمى مسلم يلعب وسط فريق أفرنجي، لا شك وأنك لقيت صعوبات كثيرة خاصة في العديد من المناسبات من بينها شهر رمضان، لا شك وأنك اشتقت إلى العديد من الشهوات المغربية كالحريرة والشباكية. هل يسمح لكم بأكل هذه اللعيبات، هذه التواشي المغربي والمسبني؟ يمكن، ولكن لا يجب الإفراط فيه. لا يجب الإفراط. الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فهامي، كم تلبس في يديك؟ 11. رقم 11 هو أكبر رقم في أكبر رقم، يعني ما يعادل 57 في الصباط. نعم. وي اللي بغيتي أكبر مقياس. أكبر مقياس. هذا عامل جيد بالنسبة لحارس كرة القدم. تيساعد، ولكن خصك تعرف بأن حارس بارتيز حارس كبير وكان بطل العالم، فاليد ديالو صغيرة. صحيح ما سمعته في الأجواء الصحفية بأن الحارس فهامي قام بزرع شعره لكنه لم يصدق إليه. لا، ما زرعش وما باش نزرع، وأنا الحمد لله أنا فخور الحمد لله. كيفما كان الحال فكرة القدم تحبس باليد وليس بالقرع. إذا استثنينا كرة القدم، ما هي هوايات الكابتن فهامي؟ مشاهدة الأفلام مشاهدة الأفلام، قراءة الجرائد الرياضية، قراءة الجرائد وجمع الطوابع البريدية. نعم، الطوابع البريدية والجرائد الرياضية. التعارف؟ لا، ماشي. حسنا. إذا مشاهدة الأفلام بمختلف. ما هو النوع الذي يثير فهامي في السينما؟ أفلام رومانسية. فاجأتني يا فهامي. عندما ترى والله لا فاجأتني يا فهامي. لما قلت لي الأفلام الرومانسية، ما أنت تبارك الله رومانسي. بالرغم من حجمه الفارع الطول، فهامي رومانسي حتى النخاع. أكلتك المفضلة يا فهامي؟ كسكس. هل الكسكس بالتفاية أم الكسكس البداز؟ لا، الكسكس العادي. الكسكس العادي يعني من غير البصلة والزبيب. تحب الكسكس الدكالي أم الكسكس الشمالي؟ لأن الكسكس الدكالي يتميز بنكهة دكالية محضة. كسكس بصفة عامة، كسكس. الكسكس بصفة عامة. أكبر خطأ درته في حياتك؟ عرفتك علاش تتقلب؟ كاين ماشي هو هذاك. قل لي يا فهمي، على ماذا أقلب أنا؟ دابا أنكم قطع عندنا الخطأ ديال النهاية ديال كوب دافريك ديال كونتر تونس. والله أرضك اللي والله خاف فهمي ما كان في نيتي نقول لك هاد الهضرة. فهمي، وأنت في الخارج في فريقك الدينامو بوخارست، هل في ظل أجواء شهر رمضان هل كنت تشاهد برامج الكاميرا الخفية؟ سمعت بعض الطرائف اللي وقعت في كاميرا خفية، خاصة وأنهم قاموا باستضافة العديد من اللاعبين وتطييحهم في المصيدة. فهامي،
أوجه لك دعوة بأن تتفرج على برامج الكاميرا الخفية لهذا الموسم، لهذا الرمضان، لأنك شاركت معنا في برنامج خاطئ.